النهارده معانا فيلم ضرب نار كله انتقام وحالة من الإثارة والتشويق التي لم ولن تراها إلا عند مستر أفلامكو. حط الاشتراك المتين ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع بطلنا أوكتا، راجل جسمه يخليك تحس إن الجيم هو اللي بيروح يتمرن عنده، بطل كيك بوكسينج وصاحب صالة رياضية، يعني لو الحديد هيتكلم هيقول له ارحمنا شوية. لكن قبل ما بيبدأ يومه افتكر إن النهارده عيد ميلاد بنته ليوني، فقال يكتب لها رسالة حلوة. لكن أول ما مسك القلم اكتشف إن الموضوع أصعب من إنه يطلع يواجه 3 بمسدسات. الراجل بيعرف يكسر مناخيره، إنما يكتب كلمتين حنينين دي محتاجة كورس لوحدها. فضل يبص للورقة شوية، كتب كلمة مسحها، كتب تاني، وفي الآخر الورقة نفسها زهقت منه، فقال خلاص يا عم الهدية هتتكلم مكاني. بيرمي الرسالة وبيجري على التمرين، لأن بالنسبة لأوكتا أي مشكلة في الدنيا ليها حل واحد: شوية بوكسات. بنشوفه بيسخن مع المدربة كوزي استعدادا للماتش، وفجأة واحد من اللاعبين افتكر ان دي فرصته يثبت نفسه، فراح هاجم أوكتا من وراه، والغلبان بعد ثانيتين عرف ان قراره ده كان أسوأ من قرار واحد يدخل البحر بالموبايل في جيبه. لسه الواد بيحاول يفهم هو وقع امتى، كوزي تدخل هي كمان، لكن أوكتا بيخلص عليهم هما الاتنين وكأنه بيعمل إحماء، ودي بالنسبة له أسهل من إنه يفتح برطمان مخلل. هنا بول مدير الصالة بيقول له يا عم بالراحة، ده تدريب مش نهاية العالم، لو اتصبت دلوقتي هنقعد نتفرج على الماتش من المدرجات. فبيسأله أوكتا هو الماتش الساعة كام؟ بيرد بول اسأل بينكو، ده لو حاضر أصلا، وده منافسه في الماتش، والمحترم متأخر ساعة وشكله فاكر الناس كلها موقفة حياتها مستنياه يشرف. بس أوكتا بيعرفوا منهم لو اتأخروا الماتش هيتلغي، وده لأنه لازم يكون مع بنته وإن النهاردة عيد ميلادها، وبول بيعرفوا إن ده ماتش مهم ومحتاجينه وما ينفعش يتلغي. أوكتا بيسيبهم وبيدخل المكتب وبيكلم بنته ليوني فيديو كول، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة حبيبة أبوكي، لكنها بتكون زعلانة لأنه ما جاش عيد ميلادها والمعازيم قربوا يمشوا، وهي ما كلتش عشان تعرف تاكل التورتة اللي هيجيبها لها. بس هو بيعتذر لها وبيعرفها إنه اتأخر بسبب الشغل وهيروح لها أكيد، بس هيخلص شغله الأول وكمان هيعمل لها مفاجأة. هنا بقى كوزي بتدخل عليه المكتب وبتشتكي له من بول وإنه وعدها يزود لها مرتبها من 5 شهور، بس هي لحد دلوقتي مش عارفة تاخد فلوسها. وأوكتا بيوعدها إنه يكلم لها بول بس تصبر لحد بعد الماتش. وبعدها أوكتا بيوريها صورة قطة من محل بيع حيوانات وبيعرفها إنه عايز يشتريها لبنته ويعمل لها مفاجأة. بيبقى فاضل ربع ساعة بس على الماتش، فبيركب أوكتا وكوزي وبول العربية وبيروحوا على الماتش. وهم في العربية بيفتح أوكتا الرسالة بتاعت عيد الميلاد اللي لسه هيكتبها لبنته، ولما بول بيشوفها بيفضل يتريق عليه وإنه كاتب لبنته رسالة رسمية وبيقول لها عزيزتي. بيعرفوا إن دي بنته لازم يكلمها بحنية كده ويدلعها، ما هو ما بيكلمش واحد صاحبه يعني. بيفضلوا يتريقوا وبيضحكوا عليه، وده بقى بيعصب أوكتا وبيضرب في العربية، وبيفهم المدرب إنه متوتر عشان الماتش في يوم عيد ميلاد بنته وكان عايز يكون معاها. هنا بقى بيحاول يهديه وبيعرفه إن دي مش غلطته، وهنا أوكتا بقى بيبقى عايش دور الضحية. بول بيحب يعرفه إنها كمان مش غلطته إنه خلفه وهو عنده 19 سنة وكان مع إنسانة مش مناسبة ليه خالص، وده لأنه ما بيسمعش كلام عز أصحابه. كوزي بتطلب من بول يبطل كلامه ده وكفاية تأنيب فيه، بس بول بيكمل إن أوكتا بعد كل ده عايز يبقى لاعب كبير ومشهور، يا أخي بس يتنايل على عينه ويشوف مراته وبنته ومشاكلهم الأول. بتشوفهم في العربية بيشجعوا بطلنا إنه يدخل سليم ويخرج سليم. أوكتا بيبقى عايز يروح سليم لبنته من غير دم يخوفها بيه، وبول بيفضل يشجعه بصوت عالي بس بأسلوب غريب شوية، وبيفضل يقول له أنت خايف من بينكو زي باقي الفاشلين وهتطلع عينك وارمة ووشك متبهدل، وكأنه بيستفزه. بس أوكتا بيصرخ وبيقول له هدمره، مش هيعرف يعمل حاجة، ومن كتر حماسه بيخبط في تابلوه العربية. وبول بيخاف على عربيته فبيقلل الحماس شوية عشان عارف ان بطلنا ايده تقيلة وممكن يدغدغ له عربيته. بتشوف أوكتا بيطلب من بول انه يروح يشتري القطة اللي بيوريها له على الموبايل لبنته علشان بعد الماتش يروح يقدمها لبنته. بيوافق بول، بيحمس أوكتا تاني وبرضه بيخبط في العربية. وهنا بيوصلوا وبيدخلوا الصالة وبيتصوروا جنب صورة أوكتا. بيقابلوا ناس غريبة في الممر بيسلموا عليهم وبيفهموا منهم انهم مراهنين على أوكتا. في الوقت ده بيشوفوا بينكو اللي منظره لاعب مخيف، بصة منه ترعبك، سابهم ومشي. وهم بيروحوا على الأوضة علشان يقيسوا نبض قلب أوكتا، وبول بيظبط التايمر في ساعة أوكتا وبيسيبوه وبيمشوا. في الوقت ده بتتصل مينا وبتسأله لو خلص الشغل، لكنه بيعرفها ان الماتش اتأخر ولسه هيبدأ. طبعا مينا بتتضايق علشان ليوني مستنياه وهو مشغول وعنده ماتش يوم عيد ميلاد بنته، لا وكمان هيخلص الساعة 7، وبتعرفه ان الأطفال هيمشوا على 6 وهو مش هيلحق يبقى مع بنته في يوم زي ده، وهم متفقين انه يروح 5. بتتعصب عليه علشان ليوني لسه واكله بصعوبة لانها مستنية التورته اللي هو هيجيبها لها وبتقفل معاه. بول بيدخل عليه وبيشوفه لو جاهز للماتش، بس أوكتا بيبقى مش طايق نفسه، عمال يخبط الكراسي في الحيطة
وبيقول لازم اوصل في الميعاد، وبيبقى زعلان ان بنته ما اكلتش طول النهار عشان مستنيه التورته بسبب تاخيره عليها. بس بول بيمنعه يمشي وبيقول له انهم محتاجين الماتش ده ومحتاجين الفلوس، وان دي غلطه بينكو علشان كده لازم يهزمه. وهو على بعد خطوات من الماتش بتتصل عليه مينا، بس اللي بيتكلم بيبقى ديفيد محامي مينا، واللي بيعرف اوكتا ان بنته بتعيط، وهم كده هيعرفوا ينقلوا حضانه ليوني لمينا بسبب اهماله في تربيه البنت وتاثيره الوحش عليها. كل ده علشان الراجل متاخر في شغله يقطع نفسه يعني. بنشوف اوكتا بيتعصب عليهم وبيقول ان ليوني بنته هو، بس مينا ما بتسكتش وبتزعق له في التليفون وبتعرفه انها طول ال7 سنين هي اللي بتهتم بيها، وان اخر فرصه ليه الساعه 6، وكده بيبقى فاضل على الساعه 6 دي ساعه واحده بس علشان يوصل لبنته قبل ما تبعدها امه عنه. طبعا مش بيفكر وبيجري علشان يلحق يشوف بنته وبيسيب الماتش. بول بيحاول يمنعه بس اوكتا ما بيسمعش كلامه وبيمشي علشان بنته. وهو طالع من الصالة بيقابل الناس اللي مراهنة عليه، ولما بيعرفوا انه مش هيلعب بيطردوه علشان بكده هيخسروا فلوس كتير. اوكتا بيخرج للشارع وبيشوف التايمر بيبقى 60 دقيقة بدأ الوقت، وهو بيجري وبيخبط في الناس اللي في الشارع وعايز يوصل لبنته. بيقابل تاكسي وبيركبه، والعربية بتتحرك من هنا، والناس اللي بتطرده بيضربوا في الشخص اللي كان طالب التاكسي. بتقف العربية بسبب الزحمة، وقبل ما تتحرك بتوصل العصابة. بينزل اوكتا وبيجري منهم في الشارع، بس بيقفلوا عليه الشارع من الناحيتين، وبكده لازم يشتبك معاهم الأول، وبيطلبوا منه يركب معاهم العربية ويرجع للماتش من غير ما يأذوه. وبيتحرك في اتجاهه 4 رجالة بيمسكوه وبيدخلوه العربية، بس هو بيمسك فيهم ال4 في وقت واحد وبيفقد واحد فيهم الوعي، وللأسف بيعرفوا يمسكوه ال3 الباقيين وأفقدوه الوعي ونيموه في العربية. بس قبل ما العربية تتحرك بنشوفه بيفتح عينه وبيخلص على ال2 اللي معاه، وبيأمر السواق يفتح الباب وبينزل من العربية. بس بيواجه 2 بيحاولوا يمنعوه وبيقضي عليهم، وكده مفيش قدامه غير الأخين تشينو وأخوه، ودول يبقوا اللي مراهنين عليه في الماتش. ودول بقى لما بيشوفوا قوته في ضرب رجالتهم بيخافوا منه وبيبعدوا عنه بهدوء. في الوقت ده اوكتا بيجي له مكالمة من أهله اللي بيبقوا متضايقين عشان عايزين يقابلوا ليوني، ومينا منعاهم وبيعرفهم انه هيحل المشكلة دي وبيقفل معاهم. هنا بول بيتصل وبيسألوا اوكتا عن واحد اسمه تشينو، وده واحد من الأخين اللي بيطاردوه. بول بيحذروا منهم وبيعرفوا انهم كانوا مراهنين على فوزه ب500,000، عشان كده لازم يرجع الماتش وما يغلطش مع الناس دي لانهم ما بيهزروش. بس اوكتا عرفوا انه ضربهم كلهم، وهنا الاتنين بقوا خايفين وبيقطع خوفهم صوت الرجالة اللي جاية عشان اوكتا. اوكتا هنا بقى مطارد من رجالة راكبة موتوسيكلات، وبعت رسالة صوتية لكوزي لو هم في الصالة محتاج مساعدتهم. والكويس لحد دلوقتي انه خلاص وصل الصالة الرياضية اللي اصحابه فيها. بيدخل كوزي وبيقفل الباب وبيعرفها انهم بيطردوه، والعصابة اللي بتطرده فضلوا يرزعوا في الباب لغاية ما الباب اتفتح، لقوا اوكتا وكوزي و2 من صحابهم في الصالة. بنشوف اوكتا بيهدد العصابة ان الشرطة جاية، بس خلاص الموضوع بقى صعب مش هينفع معاهم التهديد. بدأوا اشتباك واصحابه هزموهم، وهو دخل المكتب علشان يهرب من الشباك، بس كوزي دخلت المكتب وسألت عن اللي بيحصل. اوكتا بيطلب منها تساعده، بس الصديق وقت الضيق بقى انتوا عارفين، علشان كده كوزي وافقت تساعده مقابل زيادة في مرتبها 20%. واطية قوي كوزي، بس اوكتا ملوش علاقة بالمالية بتاعت الصالة، لكنها بتشتكي له همها وانها تطرد من البيت وحبة صعبانيات كده. بس يا حاجة ده انت مش وقته خالص الكلام ده، الولاية هتاخد منه بنته ومش هتخليه يشوفها تاني ولازم يمنعوها. بيقول لها تروح وتجيب تورته لبنته وتبعتها لها، وهو بينط من الشباك وبيمشي. وهنا بيشوفوا اخو تشينو اللي بيتجنن على اصحاب اوكتا وبيضربهم بعنف وبيرفع السلاح وعايز اوكتا باي طريقه. اما اوكتا فبتجيله رساله من كوزي انه يخلي باله علشان تشينو اللي معاه مسلحين، وهو بيشوف في نفس الشارع عربيه شرطه بيستدرج العصابه ليه، وهو بيروح للشرطه وبتبقى خطه تمام وكل حاجه، بس للاسف عربيه بتخبط البطل وبتاخد تركيز الشرطه، وفي الوقت ده بيهرب اللي بيطردوه بعيد عن الشرطه. هنا بيتعصب اوكتا على الشرطي وبيغلط فيه وبيقبضوا عليه وبيركب معاهم العربيه ورايحين اسم الشرطه. كده باقي 45 دقيقة، فبيسأل اوكتا عن قسم الشرطة اللي هيروحوا، وهنا كوزي بتبعت له رسالة انها ما عرفتش تشتري التورته علشان معاش فلوس، ما هو لو زودوا لها المرتب كان زمانها جابتها دلوقتي. اوكتا بيتعصب وبيتخانق مع الشرطي، وهنا بتعدي عربية ضخمة وبتشقلب عربية الشرطة، واخو تشينو هو اللي عملها. بيفك اوكتا الحزام وبيطلع من العربية، بيلاقي اخو تشينو موجه عليه السلاح وهياخده غصب عنه للماتش، بس اوكتا بيضربه وبياخد السلاح وبيفك الخزنة وبيرمي السلاح وبيجري عشان بنته. بول بيتصل على اوكتا علشان لقى زمايل اوكتا اللي اتضربوا، واحدة مكسور عندها ضلعين والتاني حالته وحشة، وبيطلب منه يرجع علشان تشينو زعله وحش. بس اوكتا بيقفل المكالمة وبيسجل رسالة صوتية لمينا بيعرفها انه بيجيب التورته وهيجي، وبيترجاها ما تبعدوش عن بنته. بعد ما بيبعت الرسالة بيدخل المحل وبيقابل كوزي اللي بيطمنه على زمايله، وبيعرفها ان الناس دي بتعمل كده لانهم مترهنين على فوزه في الماتش وعاوزينه يحضر.
بعد ما اوكتا بياخد التورته ولسه هيمشي، اخو تشينو فتح له باب المطعم. هنا ابننا ما بقاش عارف يخاف على وشه ولا على التورته، وفعلا اول قلم كان في التورته اللي وقعت على الارض. هنا الصوت اتعدم، اوكتا مش سامع صوت اخو تشينو اللي عمال يزعق بصوت عالي وعايزه يرجع الماتش. اوكتا بيفضل يضرب في اخو تشينو ومش سامع حاجه لغايه ما ايده بتنزف من كتر الضرب اللي ضربه له، وبيمسح ايده بمنديل. وهو طالع بيخبط في بينكو اللي لما بيشوف اخو تشينو في الحاله دي بيجري زي المجنون ورا اوكتا، بس لحسن الحظ ان بول بعت له ريكو يساعده يهرب من العصابه ويوصله للمترو. والله كتر خيره، ده انا كنت بشتم بول في سري. هنا خلاص البطل بقى قريب من المترو، بس هوب بتسلم تسليم اهالي لاصحاب الرهان اللي بيربطوه في الكرسي علشان يتم استجوابه من رئيسة العصابة اللي بتسأله بيشتغل لحساب مين وما حضرش الماتش ليه. هنا مساعدها بيدلق بنزين حوالين اوكتا، واوكتا بيجاوب بانه شغال لحسابه وعنده صالة رياضية وما حضرش الماتش علشان طليقته قررت ترفع عليه قضية حضانة منفردة لبنته تبعده عنها. بتسأله الحيزبون عن اسم بنته وبتعرف انها ليوني. في الوقت ده بيتصل تشينو على المساعد بتاع الحيزبونة وبيعرف ان اوكتا قاعد مع الحيزبونة خلاص، فما فيش مهمة يعملها غير ازاي يرجع ال500 ألف اللي رهنوا بيها. وفي الوقت ده تشينو بيشوف الحالة اللي اخوه فيها وبيعتذر له جدا. عند اوكتا المكان بيفضى عليه واتنين مسلحين بيستخبوا في المكان، واوكتا بيفهم اللي بيحصل وبيبعت رسالة صوتية لبول انهم هيقتلوا تشينو واوكتا. بعد الرسالة اوكتا بيجري جري بالكرسي المربوط فيه لغاية ما بيدخل المترو، والناس بتبقى مخضوضة منه، بس بنت كيوت كده بتفكه من الكرسي وعلشان تكمل كياتا بتصوره بالموبايل بتاعها وربنا يستر. اوكتا وهو قاعد يرتاح بعد اللي شافه، بنته رنت عليه فيديو وطمنها انه في المترو وهيجيب الهدية وهيجي، وقفلت معاه. اوكتا بينزل من المترو لسه بيرفع عينه ويشوف الطريق، شاف بينكو مع 2 عمالقة وشكلهم مرعب. جري على طول منهم بس هم وراه مش هيسيبوه، بيحاول يحدف حاجة يعطلهم بس بينكو اتفاداها وجت في اللي معاه. وبيدخل اوكتا نايت كلاب وبيدور على المخرج، بيبص شاف بينكو وواحد معاه. اللي مع بينكو بدأ الاشتباك مع اوكتا، بس كانت نهايته لما خسر الاشتباك واتخبط في العمود ووقع على الارض. لا بهزر، مش نهايته ولا حاجة، ده أمن على الأرض واخد مراية مكسورة وطعنوا بيها. وهنا ضربوا بينكو وقرب واحدة واحدة من اوكتا وهجموا على بعض. فعلا كان قتال عنيف جدا وصعب عليهم الاتنين، بس اوكتا ختمها بواحدة دبل كيك في راس بينكو وقعته على الأرض، معلنة فوز اوكتا اللي بيخرج من المكان ده وهو تعبان جدا وبيشوف الجرح اللي بيبقى شكله صعب قوي بس كام ثانية وبيكون فيه الأصعب من الجرح. اوكتا وهو بيشوف الجرح بيبص علشان يمشي، بيشوف بول اللي بيشوف حاجة في الموبايل. هنا اوكتا بيراجع الساعة بتاعته وبيعرف ان موقعه متشارك على موبايل صاحبه بول اللي كان بيبعت موقعه للعصابة طول الوقت، وبيواجهه وبيعترف بول انه كان بيعمل كده علشان يحضر الماتش وما يقعوش في مشاكل، وحلهم الوحيد يبقوا في صف تشينو اللي راهن ب500 لناس تانيين او مافيا الرهانات هتخلص عليهم. بس اوكتا بيرفض لانهم كانوا هيقتلوه، وحذر بول انه يمشي ويسيبه في 10 ثواني يا اما هيتعامل معاه زي اللي قبله. وبيمشي بول وبيشوف اوكتا التايمر متبقي 17 دقيقة بس. هنا بقى بيركب سكوتر وبيروح لبيت اهله وبيدخل من الشباك، بيقابل اهله وبياخد مسكن وبيطهر الجرح وبيطمنهم انها بسيطة بس مش بيقدر يتحرك، فبيريح عندهم شوية على الكنبة وبيعرفهم انه رايح لبنته، بس هم بيبقوا شايفين ان مينا مش هتسمح له يشوف البنت وهو في الحالة دي. بعدها بيجي اتصال من بول اللي بيعترف انه كل ده بسببه، وان الصالة كانت فيها مشاكل مالية كبيرة قوي وكانوا محتاجين الفلوس علشان كده قبل برهان تشينو، وبيعتذر له لانه سبب كل ده وبيعرفه دلوقتي علشان اوكتا يثق فيه تاني. هنا تشينو كان حاطط المسدس في راس بول، يعني بيكلم اوكتا تحت تهديد السلاح، بيتعامل اوكتا انه ما حصلش حاجة سهلة. بول بيشكره وبيعرض عليه يساعده في حاجة، لو عايز يعني يسأله عن مكانه في طريقه للزيارة في بنته ولا في طريقه يشتري القطة. المهم البطل قال له لا مش هعرف اروح لبنتي وانا عند واحد صاحبي، وبيقفل المكالمة. اهل اوكتا بيحسوا انه في مشكلة. هنا بابا بيواجهه بيعرفه انه خلاص بقى اب لطفله، لازم يهتم بيها وياخد باله من تصرفاته، لازم يبقى اب كويس علشان بنته تعيش حياة افضل. اوكتا بيشكر بابا على نصايحه وبيسيب البيت وبيتصل على بول، بيعرفه انه رايح يشتري القطة، وبيقفل المكالمة مع بول وبيتصل على ريكو وبيتفق معاه يعرفه مكان تشينو بس محدش يأذيه تاني. اوكتا بيوصل محل البيع الحيوانات، وقبل ما يدخل بتوصل له رسالة من كوزي انها شافت بول مع تشينو، وكده باقي 9 دقايق من اصل ساعة. محل الحيوانات بيبقى مقفول وبيرفض صاحب المحل انه يفتح عشانه مخصوص. هنا اوكتا بيتصل بريكو يعرفه عنوان تشينو، ريكو بيحذره يدخل الشرطة، اوكتا بيقول له اكيد وبيقفل المكالمة وبيتصل على الشرطة وبيفتح باب المحل بالقوة
وبيخاف صاحب المحل، وبيكلم الشرطة إنه عارف مين اللي هاجم عربية الشرطة النهاردة وعايز يكشف عنوانهم اللي هو محل الحيوانات، ويبعتوا قوات كتير علشان دي عصابة خطرة. بعدها بيقابل القطة اللي هياخدها لبنته وبيلعبها وفرحان وبيدفع ثمنها وبيمشي من الباب الخلفي، بس بيقابل الحبايب. تشينو بيهدد أوكتا بحديدة طويلة، وكده بقى 4 دقايق، ولما بيقرب أوكتا من بول بيضربوا تشينو على رجله جابت بالحديدة، بيقع جنب صاحبه بول اللي بيعتذر له جدا. وهنا تشينو بيهددهم الاتنين إنه يعرفوا عيلة كل واحد فيهم وهيأذيهم لو ما سمعوش الكلام، وإنه ما يعرفش الحيزبونة هتعمل إيه فيه بسبب خسارة فلوسها ال500,000. وبينتهي من كلامه بيتفاجئ بمساعد الحيزبونة اللي بيضرب نار عليهم، بس بيجروا يستخبوا. هنا عصابة الحيزبونة بتبقى جاية تخلص عليهم كلهم، بس الشرطة بتيجي على طول وتاخدهم. وفي المبنى اللي مستخبيين فيه بيبقى تفكير تشينو ضايع ومش عارف يعمل ايه، بس بيبقى متعصب عليهم وبيضرب نار في العمود وفي رجل وكتف بول، وبيوجه المسدس باتجاه أوكتا ولسه هيضرب بتيجي كوزي تطير السلاح برجلها وتبدأ اشتباك مع تشينو، وبيساعدها أوكتا اللي بيحاول يخنق تشينو، بس تشينو بيطعنه بالحديدة اللي في ايده. وكده الساعة خلصت. تشينو بيبقى خلاص اتجنن، بيفضل يضربهم جامد بالحديدة ويسأل عن فلوسه، وبيدي البول ضربة في راسه بالحديد تطيره من على السلم، وبيشتبك مع كوزي وبيضربها ضربة توقعها دور على الأرض. أوكتا بيشوف كوزي كده بينزل ضرب في تشينو ما بيرحموش حرفيا، وتشينو بيبقى واخد علقة موت بس قام حاول يضرب أوكتا اللي بيبقى خلاص مش قادر يقف من التعب، بس كوزي بترجع وبتضرب تشينو وبرضه بيفوق تشينو تاني وبيمسك لوح خشب وعايز يأذي كوزي، بس بول بيضرب نار. هنا تشينو بيصرخ بمعنى انه مش خايف. بول بيضرب النار جنبه بيجري تشينو وبول بيقع على الأرض. أوكتا بيطلب من كوزي تساعد بول اللي لسه هيعتذر من أوكتا، بس بيقول له خرس وبيبان انه سامحه خلاص. أوكتا بيسأل كوزي ازاي جت هنا، عرفته انها كانت مراقبة بول علشان لو حصلت مشكلة. أوكتا بيقول لها 25%. بول بيستغرب، ولما بتوضح له كوزي انها زيادة مرتب بيقول بول انهم اتجننوا. كوزي بتطلب من أوكتا يروح معاهم للمستشفى، بس بيوريهم القطة، بيفهموا انه هيروح لبنته وبيسيبوه وبيمشوا. بتبقى الساعة 6:04، بيكونوا في طريقه لبنته، بس بيقابل تشينو اللي بيهجم عليه. هنا البطل بيسيب القطة على جنب ولسه بيفكر يرفع ايده، تشينو بيقع على الأرض. أوكتا بيغسل وشه وبياخد القطة وبيروح يقابل بنته، بس ما بيقدرش يكمل بعد بوابة البيت وبيقع من تعبه، بس بنته بتشوفه وهو نايم وبيصحى على صوتها وبيقول لها كل سنة وانت طيبة وبتحضنه. بتشوفه طليقته في الحالة دي بتشوف القطة وبتقدر قد ايه مشواره كان صعب، فبتقرر ما ترفعش حضانة منفردة لأنها بتشوف قد ايه هو بيحب بنتهم، وعلشان هي ست أصيلة هتديله فرصة تانية. هنا بينتهي فيلمنا النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. اعملوا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل ملخصاتنا الجديدة أول بأول. سلام.